مساء الخير. طبعًا سبب اختفائي هو وفاة والدي، وكل بيسأل وكل فينِك يا أستاذة، فين فيديوهاتِك، رُحتِ فين، ليه توقّفتِ؟ ولمّا عرفت بوفاة والدي كلّكم ساندتوني ورُحتوا عزايا، ناس ما أعرفهاش بيقولوا لي: "إحنا اللي كنا بنتفرّج عليكِ." أنا فرحت جدًا بحاجة زي كده، فرحت أوي إن كلّكم بتكتبوا لي على الواتساب، كنت فرحت أوي إن أنتم كلّكم دعمتوني ووقفتوا جنبي، فشكرًا لكل واحد عزّاني، لكل واحد راح عزا والدي، كل واحد راح جنازته، أي حد كلمني في التليفون، أي حد كتب لي على الواتساب أو على الماسنجر، أنا متشكرة جدًا ليكم جدًا، جدًا، أنتم سندي وأنتم عزوتي وأنتم ناسي ويا رب يخليكم ليّا. النهارده أنا عايزة أكلمكم عن مسلسلات رمضان. مسلسلات رمضان السنة دي مختلفة شوية، فيها للأسف الشديد بالنسبة لي أنا أداء هابط شوية، مش زي كل سنة، يعني ما أعرفش بقى أنا نفسيتي مش حلوة فعشان كده حاسة إن كل حاجة مش عارفة، بس أنا مثلًا لو هابدأ بيسرا، أنا آسفة يا يسرا، أنا باحبِك جدًا وباحب مسلسلاتِك، وأول مسلسل ممكن أتفرّج عليها في رمضان كله أقول لهم هاتوا لي مسلسل يسرا. بس السنة دي للأسف الشديد أنتِ أحبطتينا يعني بمسلسل الlight اللي أنتِ عاملاه ده، يعني هو ده عايز أطفال، يعني ده مسلسل أطفال مش مسلسل ت ت بت 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 يعني بتحاولي إن أنتِ ت تمثّلي فيه، وبعدين أنتِ مثلًا لو قارناكِ بأحمد حلمي اللي جاي من أمريكا، لأ، أحمد حلمي عمل فيلم إحنا ممكن نتفرّج عليه في اليوم مرتين. لكن أنتِ عملتِ مسلسل مش قادرين نكمّله ولا قادرين نتفرّج لإن حاسين إن هو كرتون وإن هو مسلسل للأسف الشديد هابط جدًا، أداءً ومستوى وكل حاجة. فأرجوكِ يا يسرا إحنا بنحبِّك وما نحبّش إن مستواكِ ينزل أوي كده. إحنا كُلّنا انزعجنا واللي يقول على المسلسل ده حلو أعتقد إني مختلفة معاه تمامًا. بالنسبة للمسلسل بتاع رشيد الflashback كتير أوي، هو قصة مش هاقول لِك وِحشة، هي مكررة برضه، بس يعني من القصص اللي ممكن تقعدي تتفرجي عليها، بس اللي قلق الناس أوي flashback يعني أنتِ بتجيبي من الماضي وبتدخّله في المسلسل عشان بتسوق الأحداث تفهّم الناس اللي حصل قبل كده، لكن كان كتير أوي في المسلسل، كل حلقة فيها حاجات flashback كتير، فالناس كانت بتحتار ده كان إمتى اتعمل يعني دخّلت الحاجات في بعض، فكان في فعلًا في الأداء في الحتّة دي مش حلو. لكن السيناريو حلو، الكلام حلو، والمناظر على الأقل معقولة، التمثيل حلو، يعني يا رب وكانت النهاية بصراحة يعني مش وحشة. بالنسبة لمسلسل ضرب نار، ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز إحنا عايزين نقول لِك أرجوكِ، أرجوكِ ما تكرّريش إنِّك أنتِ duetto أنتِ وجوزِك ونجح السنة اللي فاتت إنِّك أنتِ تعملي تاني بنفس المستوى إنه هينجح، لأ طبعًا، بنفس الفكرة، أنا حاسة إنِّك أنتِ نفس يعني نفس القصة اللي كانت السنة اللي فاتت هي رُحتِ جبتيها لنا بالضبط، نفس الراجل الغني الثري اللي بتسيبي مش ممكن يعني بنفس الأداء، وبعدين يعني مش معنى إن أنتم نجحتوا مرّة يبقى هتنجحوا التانية والتالتة، فمعلش أرجوكِ حاولي إن أنتِ تجيبي أفكار أحلى وابعدي عن جوزِك في مسلسلاتِك، هو خلاص نجح، ليه مسلسلاته، أنتِ ليكِ مسلسلاتِك، ما تخلطيش تاني وتعملوا duetto عشان ما أعتقدش إن أنتم بالعكس أنتم بتهبّطوا بعض مش بتطلّعوا بعض. بالنسبة لمسلسل أنا باحبه، يعني قُلت لكم مسلسلات مش باحبها، بس في مسلسل طبعًا أنا لازم أتكلّم عنه، بس هاجيبه في الآخر، لكن المسلسل أنا باحبه علاقة مشروع. علاقة مشروع مسلسل هادف، هو جايب بيحصل كتير أوي في البيت المصري أو البيوت العربية، الست اللي بتتآمن أوي لواحدة صاحبتها أو صديقتها أو واحدة بنت قريبتها أو وبتدخّلها بيتها لدرجة إن جوزها بياخد عليها بيبقى في علاقة بينهم بعد كده وبيخونها رغم إن هم كانوا عايشين سُعدا جدًا. أرجوكم انتبهوا أوي يعني أي سيدة تشوف المسلسل ده هو فعلًا واقعي وبيحصل كتير وبنشوفه اليومين دول كتير أوي. وكانت النهاية إيه؟ إنِّك أنتِ قتلتِ، والنهاية كان إيه؟ جوزِك اللي اتدبّس وهو دلوقتي اللي بيشيل جريمتِك،
طبعًا هو غلط، طبعًا هو خان، لكن ده معناه إن أنتِ ما تابعتيهوش، معناه إنِّك دخّلتِ حد بيتِك مش آمن، مش كل الناس تقدري تدخّليها بيتِك، لازم تكوني عاملة فلتر في بيتِك، لازم يكون عندِك ستر لبيتِك، استوري بيتِك، بحيث إن أنتِ ما تخلّيش حد دايمًا لازم تعملي جاب، الجاب ده مهم جدًا يا ولاد، إن أنتم تنتبهوا إن ما حدش يكسر الجاب ده، ده بيني وبين جوزي وولادي بس، ده بيتي، ما حدش يدخل فيه. بالنسبة بقى للمسلسل اللي هو آآ محمد رمضان، محمد رمضان أنت للأسف الشديد آآ يعني دخلت في مقارنة مع ممثل كبير نور الشريف، يعني مسلسل طبعًا الحاج متولي، يعني ده إحنا ممكن نتفرّج عليه كل يوم. لكن أنت دلوقتي أنت إزاي بتحاطط نَفْسك في مقارنة معاه، إزاي بتحُط نَفْسك في نَفْس القصة المشهورة بتاعة الحاج متولي، للأسف الشديد يعني كانت فاشلة تمامًا إن إحنا نقارن بينكم. تاني حاجة عايزة أكلّمك فيها، أنت ليه بتقول إن الأحياء الشعبية ما فيهاش قانون، ليه مطلّع مصر كإنّها ضرب نار وسِنَج ومطاوي، ليه إحنا عندنا قانون والحاجات الحارات الشعبية والأماكن الشعبية دي فيها ستر وفيها نِعَم وفيها تنزل فيها وأنت آمن، لإن الناس اللي فيها أطيب مما تتخيل وكلّهم عارفين بعض. أنت بتنزل في الأحياء الشعبية دي أنت آمن تمامًا، وأرجوكم أنتم بتضروا السياحة المصرية بالمسلسلات اللي أنتم بتعملوها دي، لإن في حاجة اسمها السياحة الناعمة، اللي هي بتجذب الناس وأنت قاعد في بيتك بالمسلسلات دي، فإزاي أنتم ما شجعتوش السياحة في مصر اليومين الجايين؟ إحنا داخلين في سياحة وداخلين في صيف وداخلين فين أماكننا، فين الحاجات الجميلة اللي في المسلسلات اللي ممكن نشوفها، فين الأقصر، فين إسكندرية، فين الغردقة، فين شرم الشيخ، فين يا جماعة مصر مليانة حاجات جميلة، المسلسلات زمان والأفلام زمان تعالوا شوفوا النوادي والشوارع الفاضية والفِلَل اللي كانت فيها والقصور، ليه دلوقتي كل مسلسلاتنا جاية عن حواري وسِنَج ومطاوي وأنا مش عارفة في إيه، إحنا مش كده، مصر مش كده، مصر مش كده خالص، أرجوكم يعني انتبهوا جدًا إن إحنا بنعمل دعاية لبلدنا. فلازم الدعاية دي بلدنا نصوّرها بأحسن حال ليها. إحنا لمّا بتعمل مسلسلات في تركيا وبتروح تركيا تقول الله فين الحاجات الجميلة اللي كنا بنشوفها، ده هو منظر أو 2 هناك في تركيا كده، لكن هم مصورينك إن أنت عايش في القصة دي كلّها. أرجوكم انتبهوا إن دي سياحة اللي هي القوة الناعمة أو السياحة الناعمة اللي هي بتجذب الناس وأنت مش هي اللي هي المسلسل. إن دلوقتي تركيا عاملة كده، لبنان عملت كده دلوقتي، رغم إن هم لمّا تروح بلادهم بتلاقيهم بلد عادية جدًا. آمم ده كل اللي تقريبًا قدرت إن طبعًا ظروفي ما كنتش قادرة أتفرّج على أكتر من كده، وطبعًا أنا عايزة أتكلّم عن رامز جلال، رامز جلال أنت أحبطتنا السنة دي، وكنت يعني للأسف الشديد أفشل سنة ليك في الshow بتاعك، لإن طبعًا إحنا حاسين إنّك أنت بتستهيف أوي الناس، بتحاول تذلّهم، ما أعرفش دي حاجة في شخصيتك والّا دي مثلًا حاجة أنت في أدائك إنّك هتضحّكنا مثلًا، إن إحنا نذِل ناس أو تهينهم، فأنا مش عارفة ليه بتهين الممثلين؟ يعني ليه الإهانة؟ وهل ده مثلًا بنضحك إحنا عليها؟ وكان القصة بتاعتك أو الرواية اللي ما كانت متفبركة وكنا حاسين إنها أي واحد هيعرفك إن أنت يعني هيعرفك إنك رامز يعني. أرجوكم يعني انتبهوا كويس أوي للمواضيع ولازم تكون محكمة أكتر وتقنعنا أكتر عشان تفضل رامز جلال اللي إحنا بنحبه ونفتح التلفزيون عليه كل أول رمضان نقول إحنا عايزين رامز جلال. أرجوكم يعني يا رب يكون وصل لكم رسالتي وتكونوا استحملتوني النهارده لإن أنا مرتبكة وإن أنا زعلانة وحزينة طبعًا ما زلت على والدي وهافضل زعلانة طول عمري عليه، ربنا يرحمه ويا رب تقروا له فاتحة ويا رب إن شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم وهاجي لكم إن شاء الله بفيديوهات تانية قادمة وادعوا لي إن ربنا يصبّرني ويتقضّوا رمضان كريم والسلام عليكم.